بقى واحد صاحبنا سوري كده وفي التعليقات بيسالني ان انا مش عارف اشرب قهوه زي اللي انا كنت بشربها عندنا هناك في سوريا وكده. طبعا القهوه السوريه مختلفه شويه عن القهوه بتاعتنا. احنا مثلا ايه، بنحب القهوه بالقوام في وشها بيكون قوي قوي. هم عامه اخواتنا السوريين بيعتمدوا في القهوه عامه و90% منهم بيشربها ساده بن محوج، كمان اول درجات الجامد طبعا مغليه. فعامه يعني بنستعمل لها البن البرازيلي اول درجات الغامق، الدرجه اللي هي الجولد. تمام، بنحوجها حوالي 50 جرام تحويجه على التمر. بنحوجها 50 جرام تحويجه على التمر. في واحد يحط 30، في واحد يحط 40، في واحد يحط 50. بس عامه هم بيبقوا معتمدين دايما على الهيل كتير. الهيل ده اللي هو الحبان بالنسبه لنا كمصريين، يعني بيبقوا معتمدين بيزودوا في الهيل كتير جدا جدا جدا. تمام، في نفس الوقت بيطحنوها من درجه 2 او درجه 3 لان معظمهم بيشربها مغليه، فبالتالي بتبقى الخواص بتاعتها اكتر، بتبقى يعني صحيه اكتر. تمام، وفي كمان الجماعه السودانيين او الناس الافارقه بيستخدموها عامه، اخواتنا برضه في الافارقه بيستخدموها كايه؟ بيستخدموها بمصفى، يعني بيبقى عندهم مصفى وزي نظام شفت المصفى اللي هي الخارجيه ديت، وبيحطوا عليها جنزبيل وبيحطوا عليها قرنفل وبيحوجوها وبعدين يصفوها، نفس فكره القهوه العربي بالظبط. فعامه بيشتغلوا برضه من درجه 2 لدرجه 3 في الطحن عشان الطحنه تبقى خشنه وتبدا تصفي وتاخد الرواسب فوق وتبدا تنزل من قلب الميه.